مساء الخير، كل سنة وحضراتكم بخير. رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. SCLN ده يعني Supply Chain and Logistics Knowledge. بنتكلم يعني عن معلومات متخصصة في مجال Logistics و Supply Chain. هنا هنتشارك مع بعض المعلومات اللي هتبقى احنا اوريدي بنشوفها في شغلنا، بس احنا مش عارفين المصطلحات دي ايه الدلالة بتاعتها. وكمان نتعرف عن الفاكشنز اللي حوالينا للناس اللي شغاله في البلاننج وفي البيكيورمنت، الناس اللي شغاله في الاوبريشن، في الترانسبورتيشن، في المودز بتاعه الترانسبورتيشن. هنعمل كده خلطه نتكلم منها عن النولج بتاعه المجال نفسه، عشان تبقى وانت شغال قادر تحط شغلك في فريم ورك، ولما يبقى في كلام تبقى انت اوريدي فاهم اللي بيتقال ده عباره عن ايه. تمام. من الاول خالص احنا هنتكلم في الاول على شويه حاجات كده ممكن نسميها لوجيستيك اند سبلاي تشين اوفر فيو. هيبقى سلسله فيديوهات ان شاء الله بنتكلم فيها عن الحاجات اللي هي الديفينيشنز الاساسيه، الفاندمنتالز اللي لازم تبقى انت مدرك بيها. تمام. فعشان ما اطولش عليك، انا اسامه عبيد، وير هاوس سوبرفايزر في شركه ميديكال فيجن اند سيرتيفايد CLTD، وحاليا كرنت ستادي CLTD باي ايبكس. تمام. خلينا نبدا من الاول خالص، من نقطه البدايه. يعني ايه سبلاي تشين ويعني ايه لوجيستيك، وليه اصلا دي مع الوقت بقت لها ادارات، وايه الحاجات اللي لازم ابقى في البدايه كده ما انا اوريدي عندي خلفيه عنها. تمام. الكلام هنا مش هيبقى بصفه عامه موجه للناس اللي هي الباك جراوند بتاعها سبلاي تشين، اللي هم اوريدي درسوا السبلاي تشين واللوجيستكس في الاكاديميه البحريه او في غيرها من الاماكن اللي بتدرس السبلاي تشين واللوجيستكس. بنتكلم الناس اللي هي اوريدي شغاله في المجال بتاع اللوجيستكس، لكن هي مش فاهمه بعض الحاجات اللي هي بتحصل حواليه، وهو حابب ان هو يطور من نفسه. فالكورس ده او الفيديوز اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله بتارجت بشكل مباشر الناس اللي هي شغالة وتنانين في اماكنهم، لكن مش قادرين ان هم يبقى عندهم النولج الكفاية اللي تخليهم يقولوا ده صح، لا ده غلط، المصطلح ده لما بيتقال قدامه هو فاهمه ولا لا. تمام. بالاضافه ان لو واحد حابب يعمل كارير شيفت من المجال بتاعه وحابب يدخل مجال اللوجيستكس والسبلاي تشين، يبقى على درايه كده قبل ما يدخل يشوف الفاكشنز بتاعته وانواعه كده. تمام. وكمان اوريدي الناس اللي اوريدي شغاله ولسه بادئه في المجال من الاول خالص، سواء كان اوت سورس او كان ان سورس، لكن هو لسه يعني مش قوي قوي لسه في المستوى اللي هو الاوبريشنال ليفل، عايز بقى يرقي نفسه عشان يبقى في التكتيكال، بعد كده في الاستراتيجيكال ليفل. ده هيجي مع الوقت ان شاء الله. احنا نبدا من الاوبريشنال، بس في الاول وفي الاخر في فاندمنتالز زي ما بنقول. الحاجات دي لازم يبقى عارفها اللي في الاوبريشنال ليفل واللي في التكتيكال وفي الاستراتيجيكال. دي حاجات اساسيات لابد ان تبقى موجوده. يعني ايه بقى لوجيستيك ويعني ايه سبلاي تشين؟ ايه بقى الفرق اصلا بينهم الاتنين؟ ده محور الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله، او محور السيشن بتاع النهارده هيبقى يعني ايه لوجيستيك ويعني ايه سبلاي تشين وايه الفرق بين الاتنين. في الاول لازم نقول ان قبل 1957 كان عندي مصنع، وكان عندي مورد، وكان عندي عميل، كل واحد منهم شغال في سايلوز، كل واحد في سايلو لوحده كده، في صومعة لوحده. كان السبلاير اللي هو المورد ده كان بينتج بكميات كبيرة جدا، لان هو مش شايف المصنع هو محتاج قد ايه، والمصنع كان بيصنع كميات كبيرة اكتر من الكميات اللي الكاستمر كان بيبقى محتاجها. فبالتالي لو عملنا ده في شكل جراف، هتجد ان عندك هنا في الاول خالص عندي في سبلاير، في هنا مانيفاكتشر، وهنا في الكاستمر او كونسيومر. فكان في جاب ما بين الديماند والسبلاي والديماند، في جاب كبير ما بين الاتنين. ليه؟ لان كل واحد شغال في سايلو، التلاتة مش شايفين بعض ومش قادرين يشوفوا الكباستي بتاع مثلا الراجل اللي هو المصنع ده مش شايف الكباستي بتاع الراجل المورد. فبالتالي ممكن ينتج كميات وهو حاطط البلان بتاعته في انتاجها، لكن السبلاير مش قادر يوفر له الكميات دي،
او العكس ان السبلاير ينتج كميات كبيرة جدا اكتر من احتياج المصنع. فبالتالي لحد سنة 1957 قبل ما ايبكس تيجي وتنظم العملية دي وتلم الرجالة من على القهاوي ويقعدوا مع بعض ويقولوا يا جماعة تعالوا اقعدوا مع بعض وشوفوا احنا ازاي نحل المشكلة ديت، هتجد ان في فجوة كبيرة بيترتب عليها حاجة اسمها ويست. الويست ده عبارة عن ايه؟ عن كمية او انفنتوري عالي جدا زيادة عن المطلوب، لان مفيش بالانس ما بين السبلاي والديماند، مفيش بالانس او مفيش حاجة تربط ما بين العرض والطلب، فبالتالي الكميات المعروضة اكتر من الكميات المطلوبة. فكان بينتج عندي في الكميات الكبيرة للانفنتوري ده حاجة من اتنين، يا اما بيحصل عندي اكسبيريشن، يعني من الاخر اول مشكله بتظهر عندي ان انا ممكن يبقى عندي منتجات سواء منتجات غذائيه او منتجات من الحاجات اللي هي بتبقى مرتبطه بتاريخ انتاج وتاريخ انتهاء، فالحاجه دي ممكن تتلف بشكل كبير جدا لان الكميات بتاعتها كتير. او بيحصل حاجه تانية اسمها اوبسليت. الاوبسليت دي حاجه بتظهر قوي في الهاي تك والمنتجات اللي هي التكنولوجيه او في الفاشن، بيبقى عمليه تقادم ان الموديل او البراند اللي ماشي دلوقتي، المودرن اللي شغال دلوقتي او الستايل اللي شغال دلوقتي بقى غير اللي كان عندي في الستوك بتاعي، فانا الستوك بتاعي ما بقاش ماشي مع العصر، سواء كان بقى في الموبايلات، سواء كان في الملابس، سواء كان في غيره من الحاجات اللي هي ممكن يحصل لها حاجه اسمها اوبسليت. فلو رسمنا ده على شكل جراف هتجد ان في 3 قفزات او في 3 من مستويات الانفنتوري الكبيره قوي بتبدا من عند السبلاير وتاخد نقطه تانية عند المانيفاكتشر وتبدا تاني عند الكاستمر، بيسموها البول ويب افكت. يعني ايه البول ويب افكت ده؟ يعني حاجه من الحاجات اللي بيشبه الكرباج كده. كرباج ليه؟ لان انا عندي ويست عالي، لان حضرتك لما تيجي تركز قوي على مبدأ المخزون العالي ده بالنسبة للسبلاير، الراجل السبلاير ده يكاد يكون ان هو مصنع، والمصنع ده بيجيب رو ماتيريال وبيجيب ليبرز بيشتغلوا وبيجيب ساعات وبيبقى اوفر تايم وممكن يعمل اوت سورسنج للفليت بتاعه وممكن، ففي الاخر كل ده عشان ينتج المادة الفلانية او الشيء الفلاني، وفي الاخر مش حدش محتاجه، هو ويست، هو زيادة، هو في الاخر زبالة، لان هو يا اما يحصل له اكسبيريت يا اما بيحصل له اوبسليت، وفي الحالتين هيترمي، ومش هيترمي وبس، ده هيترمي وهندفع عليه فلوس في الرمي. سواء انت عملت بقى ديسبوسيشن او عملت اللي هو اللاند فيل او ايا كان شكل الاعدام بتاع المنتج بتاعك او الويست بتاعك ده اللي انت هتتلفه، هتعمله سكريب ولا تعمل اي نيله، في الاخر انت بتدفع فيه فلوس. فايبكس لما شافت المنظر ده جابت بقى الرجاله من على القهاوي، تعالوا بقى اقعدوا مع بعض كده، اتفقوا واعملوا بالانس واعملوا انتجريت، حاولوا تنشئوا وتعملوا انتجريشن ما بينكم عشان ما يحصلش الجاب الكبير ما بين الديماند وبين السبلاي. دلوقتي بنتكلم في الديفينيشن بتاع اللوجيستكس والسبلاي تشين واحنا بنعرفه، يعني هنقول ان الانشطه بتاع اللوجيستكس والسبلاي تشين لا دي قديمه من ايام سيدنا ادم لحد دلوقتي، ومفيش مكان في العالم ولا في بيزنس في العالم مفيش سبلاي تشين، مفيش مكان في العالم مفيش لوجيستيك. حضرتك وانت متجوز بتاخد زوجتك بداية كل شهر تروح تسوقوا وتجيبوا المنتجات بتاعتكم وتجيبوا الحاجات اللي هتكفيكم لمدة شهر، ده انفنتوري. لما تيجي تقول مثلا انا عندي سيزون السنه دي، انا عندي في داخل عليها رمضان، انا هحتاج كميات اكبر من السكر، ده بالانس. هحتاج اكتر عشان مش عارف ايه، هنستخدم رز ومكرونات، عندنا عزومات فاحنا هنروح نشتري مكرونه ورز وهنشتري لحوم ومنتجات مش عارف ايه، فكل ده بالانس، ده انفنتوري، وده البلاننج اللي بتحصل عليه. هنجيب ده ازاي؟ ده ترانسبورتيشن، هنجيبه ازاي؟ المثال البسيط المبسط للست في بيتها هو اللي بيحصل في الشركات بس بحجم اكبر وبكميات مختلفه ومنتجات مختلفه، لكن هو نفس السيتويشن اللي حضرتك بتبقى محتاج حاجه عشان هتغطي بيها احتياج تاني العميل من الاخر. فاي سبلاي تشين بيبقى مكون من 3 حلقات. سبلاي تشين عباره عن مكون من 3 حلقات بالصوره المبسطه بتاعته: سبلاير، مانيفاكتشر، كاستمر. تمام؟
طبعا السبلاير بيبقى ليه سبلاير، والسبلاير ليه سبلاير، وهكذا. الكاستمر ليه كاستمر واللي كاستمر لحد ما بتوصل للكونسيومر او الاند كاستمر. لكن بنقول الصوره المبسطه للسبلاي تشين هي سلاسل الامداد، سلسله اهي، سلاسل الامداد والتوريد للماده الخام من وقت ما كانت ماده خام اللي هي الرو ماتيريال لحد ما بقت في ايد الاند كاستمر. فالسبلاي تشين هو سلاسل الامداد والتوريد للماده الخام او الرو ماتيريال من عند اول حد السبلاير لحد الاند كاستمر، اللي هو على سبيل المثال عشان الكلام يبقى واضح، التيشيرت ده او القميص ده، التيشيرت ده او القميص ده في يوم من الايام كان عباره عن قطن في ارض، فالراجل المصنع اللي هيصنعه بيبقى محتاج للماده الخام، بيقوم مستورد الماده الخام دي من بلد زي مصر، او هيجيبها من الصين، او هيجيبها من اي وات ايفر المكان اللي هيجيبه، فمحتاج سبلاير يجيب له الماده الخام. يبدا المانيفاكتشر يعمل عليها بروسيسنج ويطلعها بشكل معين، بحيث ان هو يبقى خد الشكل والسايز اللي احنا عايزين نخرجه بيه حسب الديزاين بتاعنا، ويقوم مطلعه لحد اسمه الهول سيلر اللي هو تاجر الجمله، والهول سيلر يسلمها لحد تاني اسمه للسيلر، للراجل اللي هو بياع التجزئه، لحد ما بتوصل في ايد الكاستمر العادي اللي هو حضرتك رحت المول او رحت المحل او رحت البراند وطلبت منهم القميص وجربته ولقيته على مقاسك وتمام، انت كده ايه استخدمته. لكن من الاول خالص، من اول ما كان ماده خام لحد ما وصل لحضرتك، ده حصل عليه عمليات كتيره قوي واندفع فيه فلوس كتير قوي لحد ما وصل في ايدك. فالعمليات والحلقات الكتيره ديت هي دي اللي بنسميها سبلاي تشين. طيب ده السبلاي تشين. ايه بقى اللوجيستيك؟ اللوجيستيك هو الوجه الاخر التنفيذي للسبلاي تشين. تاني، اللوجيستيك هو الوجه التنفيذي، او من الاخر اللي بيترجم الخطط والقرارات اللي بياخدها السبلاي تشين مانجر او السبلاي تشين تيم، فبتطبق وبتتنفذ على ارض الواقع بواسطه اللوجيستكس. ليه بقى؟ لان اللوجيستيك بصفه عامه عباره عن ايه؟ بيهتم بايه؟ ايه السكوب بتاعه؟ هو طبعا له حاجات كتير قوي، لكن اهم حاجتين فيه عمليه النقل والتخزين. نقل وتخزين، مفيش بيزنس في الكون ما فيهوش تخزين وما فيهوش نقل. هات حضرتك اي بيزنس بيحصل في الكون وشيل منه مثلا المخزون بتاعه، خلي الراجل اللي بيبيع حاجه ده بتاع مثلا اديداس، الراجل بتاع الملابس، خلي ان هو ما عندوش ستوك، بقى في شغل، بقى في بيزنس؟ مفيش. فانت الستوك بتاعك وادارته والاوديت اللي بيحصل عليه ومش عارف القصص والبروسيسنج والحاجات الفاليو اديت اللي بتضاف عليه، كل ده لوجيستيك. عمليه النقل سواء كان بقى اير ترانسبورتيشن او كان اللي هو الفريت او ايا كان النقل البحري او الجوي او ما شابه ذلك، ده كله لوجيستكس. فبالتالي اللوجيستكس والسبلاي تشين وجهين لعمله واحده. وانا دايما بايد التعريفات اللي هي بتبقى وظيفيه، الحاجه اللي تتفهم. سيبك بقى من الكتب والتعقيدات اللي احنا بنشوفها، لان سهل جدا اجيب لك بقى المصطلحات وده اتقال كذا وده بيقولوه كذا واحنا ممكن ننتقد التعريف الفلاني بكذا. لا، خلينا نتكلم بشكل عملي اكتر وما نصعبش الدنيا على نفسنا. اللوجيستيك والسبلاي تشين، اللوجيستيك والسبلاي تشين لو حبيت تشيلهم وتحط كلمه مكانهم هتحط كلمه بيزنس، لا اكتر ولا اقل. مفيش بيزنس في الدنيا بيقوم بدون سبلاير. ويجي بعد كده في الحلقه الثانيه بيبقى المانيفاكتشر، ممكن يبقى سيرفيس بروفايدر، يعني ممكن يبقى مقدم خدمه، مش شرط ان هو يبقى مصنع، لكن بنقول ان هو ممكن يبقى في حاله ان هو ممكن يبقى خدمات، وممكن يكون في شكل منتجات بيقدمها. لكن في الحالتين هو عنده مديول في النص كده اسمه المانيفاكتشر او السيرفيس بروفايدر. بعد كده الكاستمر الزبون بتاعي. انت الحلقه اللي في النص اللي بتربط ما بين السبلاير هو بين الكاستمر بتاعك بس، لا اكتر ولا اقل. فهو ده السكوب بتاع السبلاي تشين، واللي هو جه عشان وصل السبلاي تشين، واللي بيساعد السبلاي تشين في ترجمه الكلام ده اللوجيستيك. بس يا سيدي، عشان بعد كده بعد الفيديو ده لما حد يجي يكلمك عن لوجيستيك والسبلاي تشين، عشان في بعض الناس واخده باك جراوند عن ان اللوجيستيك ده عباره عن واحد يا اما مع شركه نقل او نقل بحري،
بس زي ما بعض الناس فاكره التصور ده، او راجل امين مخزن قاعد على مكتب، ده وارد ده منصرف، ده وارد. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع اكبر من كده بكتير. عايز اقول لك، عايزك تتخيل ان ممكن حروب تقوم ما بين الدول بسبب مشكله واحده في اللوجيستيك. ممكن العالم كله ينهار بسبب مشكله واحده في اللوجيستيك. ديماند عالي فجاه على حاجه مش متوفره، او ان بيتم اهلاك لمواد غير متجدده، او ان في انكوتيرمس استخدموها ما بين الدول، او مش عارف اتعطل مجرى مريحي فين زي ما هو مشاهد دلوقتي. فكل ده الازمات اللي بتمر بيها العالم ممكن يتاثر بسبب مشكله واحده في اللوجيستيك والسبلاي تشين. فانت مش بتلعب، انت ليك دور عظيم جدا في الكون. انت مؤثر جدا جدا جدا، لان الستوك اللي انت بتحافظ عليه هو اللي بيمشي الحياه دلوقتي. مفيش حياه، مفيش بيزنس. فلو هنختصر القصه دي في كلمتين، هنقول ان السبلاي تشين عباره عن سلاسل الامداد والتوريد للماده الخام من اول ما كانت رو ماتيريال لحد الاند كاستمر. اللوجيستيك هو عباره عن الوجه التنفيذي للسبلاي تشين بكل المديولز بتاعته، بكل الفاكشنز بتاعته، بالبلان، بالفوركاستنج، بالقصص بتاعته الجميله دي كلها اللي احنا هنتكلم عنها فيما بعد. بس عامه دي صوره سريعه كده اتكلمنا فيها عن لوجيستيك وسبلاي تشين. انتظروا اللي جاي في SCLN Supply Chain and Logistic Knowledge. الفيديو خلص بسرعه، مش عارف اصلا الدنيا حلوه ولا مش حلوه، او رب الكعبه ما اعرف اللي انا بقوله ده صح ولا غلط دلوقتي، لان انا اصلا حاسس ان انا العالم كله واقف اتفرج عليا، وانا مفيش حد معايا في الاوضه ده، انا لوحدي. ايه الارتباك ده بجد بجد والله. ان الله يكون في عون الناس الانستراكتور، الناس اللي بتقدم خدمه او بتعلم الناس حاجه. الناس دي اجرها على الله بجد. السلام عليكم.